السلام عليكم. النهارده هنبدأ سلسلة جديدة اسمها إعصار أسود. في سؤال جه في بالي: ليه صعب تضيف حاجة في شيء، سواء مادي تمسكه بإيدك أو محتوى أنت بتحطه في أي سوشيال ميديا؟ وليه صعب تعمل حاجة محدش غيرك عملها أو تطورها وتخليك منفرد بنفسك بيها زي ما عمل أينشتاين ونيوتن؟ العلوم يا إما ما كانتش موجودة في أيامهم أو موجودة ومفيش مجال للمناقشة فيها، لأن اللي قالوا كده علماء وإحنا ناس مطبلطية قد الدنيا. فما كانش حد يقدر يعدل على كلامهم، زي ما انت دلوقتي ما عندكش دليل كافي تعدل بيه على عالم من العلماء دول. ليه مفيش نظام تعليمي يفهم اي طالب مصري حاجات محتاج يعرفها بجد؟ انا هشتغل ايه بالنسبية او ايجاد الزاوية اكس؟ موضوع حلقتنا النهاردة عن الاضافة، وليه ما تقدرش تزايد على حد في حاجة او تبتكر حاجة جديدة. طبعا ان اجاوب على سؤال البيضة الاول ولا الفرخة واجيب دلائل هبقى كده شخص عظيم، بس لو ركزت فيها انت ما تقدرش تجاوب على السؤال ده غير بنظرية من عندك لانك ما كنتش موجود وقتها. فما تقدرش تزايد في الحتة دي، بس يشاع ان البيضة جت الاول. مش موضوعنا. انت انسان في وسط مليارات الناس، فمن الطبيعي ان هيكون قليل جدا اللي هيزايدوا على حد في حاجة. نضيف فيديو عن موضوع محدش يتكلم عنه بياخد من عالم بشري وقت ومجهود، بس بنزل فيديوهين او اكتر في الاسبوع لاني فوق العادي طبعا. بعيدا عن خوارزمية اليوتيوب البيض، فسهل جدا انك تفكر في موضوع، لكن صعب جدا او ممكن شبه مستحيل ان فكرتك دي تتطبق في ارض الواقع. ممكن امثلها في شكل بيت او مكنة في ماينكرافت بتفيدك بشكل ما، بس ابشرك مش لوحدك اللي ما عندكش افكار. نسبة الناس اللي ضافت للمجتمع حاجات جديدة قليلة جدا، ممكن واحد من المليون. فخلينا انا وانت قاعدين كده بندرس بنفس الطريقة اللي ما فيهاش اضافة، عايشين في البيت اللي مش مميز، لابسين لبس مش مميز، عايش حياة كل الناس عايشينها، بتاكل فول زي اي مصري، وما تنساش الطعمية. وبس اسيبك بقى تفكر في اي اضافة جديدة تعملها. see you later. peace out. عقبالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي.